السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي إخواني متابعي قناة نساء الجنة، حياكم الله تعالى وبياكم وطاب ممشاكم وتبوأتم عند الله مقاعد في الجنة، نحن وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. شحال بقى على رمضان؟ مش كيغمني رمضان، ما بقى لرمضان إلا توبة صادقة اللي غادي تمنحنا واحد العطاء والرضوان ديال الله سبحانه وتعالى. ورغم رمضان أبلا يات التوبة يكون صادقة اللي رد نيس قرب الإنسان دار سيدي ربي سبحانه وتعالى. يات التوبة اللي رايك في بابنس يا العطاء ديال الخير دار سيدي ربي سبحانه وتعالى. فقد اقترب زمن القرب، يقرب يعني الزمان اللي نيس قرب العبد دار الخالق نس. فالتوبة الصادقة أخواتي إخواني كتمنحنا واحد العطاء والرضوان تاع الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يعني زرمينا ربي سبحانه وتعالى في التوبة: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هنا كيخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنون، ما كيخاطبش الله الكفار والمشركين، يخاطب ربي غير المؤمن لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوفوا الله سبحانه وتعالى علق الله الفلاح والخير بالتوبة إليه والرجوع إليه. يعني ربي سبحانه وتعالى يعلق الفلاح هو الخير والفوز والربح، يعني يعلق ربي تبارك وتعالى دمي التوبة دا الرجوع دا أدير بنادم مصدر سيدي ربي سبحانه وتعالى. فرمضان أخواتي إخواني يعني كيتعرف من أولى لياليه، كيبان هذه تبان الصغر البدي الليالي نس. فالعلماء كيقولوا: من أشرقت بدايته حسنت نهايته. وبواحد المعنى آخر: حسن الخواتيم في الأعمال والأعمار كيترهن بالإشراق تاع البدايات. رمضان هذه تبان صغر الليالي نس اللي زوارنين. العلماء التنين وان الحاج تنموت تنور البدايه نس هترتحلو النهايه نس، يعني اتفولكي النهايه نس. اشكو حسن الخواتيم غل اعمالنا ولا غل اعمارنا انما تيرهان د النور البدايات. غيبدا الانسان كر الحاجه سماس نوفولكي د الخير. فمن كان قليل الاجتهاد في البدايه فإنه لا ينال مزيد الإشراقات أو الإشراق في النهاية. هن وانا يتكاسل وانا أوري يجتهد غمس اللي بدي الحاج هاتو وريا والنتيجة يفولكين غن النهاية. يعني فكيف ستجعل بداية رمضان مشرقة؟ ما نكسر نسكر البداية رمضان غير إن شاء الله منورة نور باش أن نربح سيات الخاتمة اللي كان مشرقة إن شاء الله تعالى. أولا يكون يعني ذلك بسببين: سل سبب يبدو الإنسان رمضان يعني أي نور وينتهي بنور إن شاء الله. سنات الحوايج فالتنتيجان: التخلي والتحلي. التخلي والتحلي يعني أشنا هو التخلي؟ يعني والتخلي عن ماذا؟ التخلي أن تترك شيئا ما، يعني أتفلتيت الحاجت. يعني التخلي أن تترك شيئا. أتخلت في تغوسة يدي أي كان تخلي. يعني عما تتخلى ما فرت تخلت، يعني أولا أتخلت عن الغفلة والكسل والتسويف والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. يعني أي في البنادم الغفلة اللي تاوين بنادم، أي في البنادم الكسل العجز الكسل التهاون التسويف غمسنا توبة إلى الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، وأن يغفل الإنسان عن ما هو عظيم. ما يغفل بنادم فيه التغوسة اللي كان عظيمة والتهاون في العبادة. وهذا هو اللي كيجعلنا يعني كيجعل الإنسان يعني كيفقد شحال من حاجة من عند الله سبحانه وتعالى من العطاء ديالو ومن الرضوان تاعو. والسبب الثاني هو التحلي
التحلي بماذا؟ يعني السبب والسين، يعني اتجان التحلي أي توصف الإنسان سميت أن يتحلى الإنسان بماذا؟ بالصبر، بالصبر والذكر وكثرة الإقبال على الله سبحانه وتعالى. اش قلت بنادم كثرة الذكر، كثرة العبادة في ربي تبارك وتعالى، دا أي تقتدى الإنسان غير اللي سكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم. إذا اللي منحو الله سبحانه وتعالى أنه يدرك رمضان، ومنحو الله سبحانه وتعالى أنه يوصل تيدخل عليه شهر رمضان، فقد منحه الله سبحانه وتعالى أن يدخل من باب السعادة. هني من حس ربي أيك شمس هي الباب السعادة والنف ديك شم رمضان، هاتيك شم هي الباب يقان السعادة. إذن فليغتنم الفرصة، أي اغتنم الفرصة يحمد ربي سبحانه وتعالى، لأن شحال من واحد مسكين تفقد قبل ما يدخل عليه رمضان مشكنيان أي سن رجع سمسن رمضان وجاء رمضان وهو فاقده، يعني إيغانتان من المفقودين، يعني توفاه الله سبحانه وتعالى. إذن فمطلبنا كلنا المطلب ديالنا نكون من أهل السعادة التي لا نشقى بعدها أبدا. كل يغنرى أنك إسعدي يغدونيت ولا غلي خرت. إذن فإياك أختي الكريمة وإياك أخي الكريم يدخل رمضان وقلبك غافل، أدورجين قلوبنا غافل عن ذكر الله وغافل عن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لأن اللي ما ربحش في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، والنور يربح نغوى يرد من يورو لمن لقت لغرا يربح. اللي ما تقربش الله سبحانه وتعالى وتقرب لمولاه يعني في هذا الشهر اللي هو شهر الغفران، كل شيء كيغفر ليه فيه الله سبحانه وتعالى الذنوب ديالو. إذا فمتى متى 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 سيغفر له؟ إذا شحال كما قلت لكم من واحد أمل أن يصوم هذا الشهر رمضان مشكنيان أي سن رجس رمضان أتيزم، ولكن خانه أمله وصار إلى ربه قبل دخول شهر رمضان. إذا فلا تملوا أخواتي إخواني من التوبة حتى وإن تكرر الذنب. من ملوش أدوري رمي بنادم في التوبة يصيد ربي سبحانه وتعالى، ولو أنه يذنب بنادم يعاود يذنب يعاود يعصو، أدوري ملو في التوبة. لأن أوليس كلما اتسخ توبك غسلته، يعني يكود ما يركو قشاب الإنسان أرتي تقوي سيرت، كذلك كلما أذنبت فأغسل ذنبك بالاستغفار. وقت ما يذنب بنادم، وقت ما يزرى بنادم يقصر من جهة الله سبحانه وتعالى، فليغسل ذنوبه ومعاصيه بكثرة الاستغفار. فالأيام تمر وفي كل يوم 24 ساعة. إذا السنة رزرين كريقة تسقيس 24 ساعة، ألا يكون لك فيها 10 دقائق فقط للقرآن؟ يعني 24 ساعة ورقس لا ولو 10 دقائق للقرآن الكريم لكلام الله. فاسأل نفسك أخي الكريم أختي الكريمة، أين وصل خيط مصحفك؟ من يلكم الخيط المصحف اللي تقرأت؟ أتراه ينتقل أم أصابه الهجران؟ يستيزريتي سيتحرك زيقيس لقدام نغدا يعني يحبس الهجران اللي تهاجرت أول نربي القرآن الكريم. فالفرح بانتظار قدوم شهر رمضان هو من علامة تقوى القلوب. وأن يفرح الانتظار أي تقص رمضان الديكشم لقى من علامة تقوى القلوب، تقوى القلوب. فليس الشأن في بلوغه، يعني هنوريقا المهم الديكشم رمضان، وإنما الشأن في ماذا ستعمل فيه، شنو غادي دير فيه. فاللهم بلغنا رمضان بلوغا يغير حالنا إلى أحسن حال. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.